السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ معانا النهارده شويه تسريبات واخبار حلوين قوي، وبجد لازم نتكلم مع بعض فيهم، زي كلام ايلون ماسك عن الاجندات. تسريبات جراند غريبه جدا بجد. انا اول ما شفت التسريب ده صدقت انه حقيقي، بس سالت نفسي لو حقيقي فمليون في المية قديم، لانه بنفس الكواليتي تسريبات 2022. بس بعيدا عن التسريب، روك ستار شكلها بجد شيء كبير جدا يا جماعه، او ربما بتتمسخر باللاعبين زي كل مره. فخلينا نحلل كل ده، ولكن اولا متنساش تعمل سبسكرايب في القناه ولايك للفيديو، ويلا بينا. اول حاجه معانا خبر هيصدمك، وهو ان سويت بيبي انك قفلوا الشركه نهائيا. وعموما الكلام ده لسه مش مؤكد، بس كل الموضوع ان الويب سايت بتاعهم مش بيفتح. عموما بعد كل الانحدار ده طبيعي انهم يقفلوا، بس انا مش مستغرب ان كل من ده. انا كل اللي مستغربه ان في شركات كبيره جدا وافقت تتعامل معاهم اصلا. بس خلينا ننتظر لحد ما يطلع خبر رسمي بغلق الشركه. ولكن الخبر المفرح هو ان كل الناس بدات تصحى للقرف اللي بيحصل. ونيجي الموضوع تالت، وهو حجم الجيم. واللي هقوله دلوقتي ده هو كلام لأحد مطورين اللعبة، وبيقول إن حجم اللعبة يكاد يتخطى حجمها 1 تيرا و400 جيجا. لا ده وكمان في احتمالية إنها تزيد أكتر من كده، بس ده كده حجمها قبل الضغط لأنهم لسه شغالين عليها. ولكن لما توصل للعبة الذهبية هيوصل حجمها 300 جيجا تقريبا، وده حسب المسرب. وقول لي برضو رأيك في التعليقات، لأن رأيك يهمني. ونفس المسرب اللي قال حجم اللعبة قال برضو موعد نزول الاعلان التاني. انا كده كده مش مصدقه في نقطة حجم اللعب، بس هو بيقول ان موعد الاعلان التاني هيكون في اخر الشهر. خلينا وراه لحد ما نعرف الحقيقة. وصراحة في تكتم رهيب جدا على اللعبة، وروك ستار هي اللي عامل التكتم ده، وفي خوف كمان من تأجيلها. فلو تأجلت برضو عايز اعرف رايكم في التعليقات تحت. بس سيبنا من كل الهري ده، لان الجيمرز اصلا دلوقتي اصبحوا في قمه مجدهم، لانهم شبه اصبحوا متيقنين ان الاعلان التاني يوم 27 حسب كلام المطورين. بس كده يا معلم، ده كان كل شيء اعرفه على الساحه حاليا. قول لي رايك في التعليقات عن الحلقه، او تسريبات جاتا 6، او حتى تسريبات روك ستار. هستنى رايكم جميعا، وانتظرونا في فيديو جديد قادم ان شاء الله. سلام.